انت مش مضطر تكرر نفس الغلطات. لو انت كبرت مع اهل ما كانوش ناضجين عاطفيا، اهل ما كانوش قادرين يحتووا مشاعرك، اهل كانوا بيطلبوا منك انك تهديهم وهم ما بيعرفوش يهدوك، فاهماك وحاسه بيك وعايزه اقولك مش غلطتك. من الاعراض اللي بتظهر على الاشخاص اللي كبروا مع اهل بيكونوا مش ناضجين عاطفيا: صعوبه التعبير عن المشاعر، الخوف من الرفض، الميل للكماليه، التضحيه بالنفس عشان الاخرين يكونوا مبسوطين. بشوف دايما مع الناس اللي بشتغل معاهم ان اول خطوه للشفاء بيكون الوعي بان الطفل اللي جواك لسه محتاج حب وقبول. الخطوه التانية هي تجنب لوم الاهل. هما كمان كانوا ضحايا تربيه مشابهه، وللاسف بجد هما حاولوا وعملوا اللي يقدروا عليه، لكن المسؤوليه عليكم انتوا دلوقتي انكم تكسروا الدايره دي مع ولادكم. نصيحه عمليه: لما تحس انك بتتصرف زي اهلك زمان، خد نفس عميق وقول لنفسك انا مش اهلي، انا عندي اختيار تاني. ودايما اسأل نفسك انا لو طفل ايه اللي انا محتاجه في اللحظة دي. مش لازم تكون الاب او الام المثاليين، بس لازم يكون عندنا وعي ان احنا نعرف ان جروحنا ممكن تأثر على تربيتنا لولادنا. ابدأ بالاعتراف بألمك، بانك تشتغل على طفلك الداخلي. اسمح لنفسك تتعلم مهارات جديدة في التربية. انت ممكن تكون الاب والام اللي كنتوا محتاجينهم وانتوا صغيرين، والجميل ان الوقت لسه ما تأخرش ابدا.